وفي صباح اليوم الثاني شهد الرئيس وأعضاء مجلس الثورة والوزراء وضيوف مصر عرضا للكليات العسكرية الثلاث. إنها قوات الشباب الحر، عمود الوطن ووقوده الحي إلى البعث وإلى الكفاح والبناء. طلبت الكليات العسكرية الثلاث: الحربية والبحرية والطيران. ثم صارت قوات رمزية تمثل وحدات الجيش المختلفة. وتلتها فرق الجوالة والكشافة من مصرية وسودانية وعربية وأجنبية.